فيديو اليوم تراس الجغنون. تعالوا نشوف شو الحكاية. تراس الجغنون والفاتورة كانت صدمة بالنسبة لإلنا، بس كفيتوا الفيديو رح تعرفوا ليش. هاي القعدة أول ما دخلنا كان إسا الطاولات ما كتير مليانين، بس قالوا لنا لازم نحجز على التليفون إذا بدنا نقعد على البحر، فقعدنا الطاولة ماشي حالها. هوا كان كتير حلو والقعدة رواق. نزلت الأرجيلة تأخروا شوي حتى أخذوا الطلبات. الأرجيلة مقبولة ماشي حالها، بس لما شفنا سعرها عرفنا شو الموضوع. هاي العصائر منظرهم بشهي. عصير الفريز كان خفيف شوي وحلو زيادة. عصير البولو كان لذيذ. بعطيهم للعصائر 8 من 10، بس آخر شي رح نغير رأينا بالتقييم. طلبنا فطاير، جبنا بيتزا ودرة وجبنة. هي وجبة للشخص، الفطيرة بتكفي شخص برياحة. طبعا أنا ورفيقتي بادلنا من بعض حتى نجرب يعني كل الأنواع. مين إسا هيك بيعمل اكتبوا لي تحت بالتعليقات. حان وقت التذوق. ريحتها كانت بتشهي وطعمتها كانت رائعة. جبنة ودرة، العجينة كمان رائعة. هلأ كمان نتذوق. كمان كتير طيبة. حاولت غطي قدر الإمكان من المنيو فطلبت لكم معمولة بجبن. ليك مطة الجبنة ما أروعة. كمان السعر صدمني آخر الفيديو. وهي من الحلويات المشهورة فيها اللاذقية. بنتذوق هلا. كمان رائعة. كمية الجبنة والحشوة واضحة معكم. طلبنا الفاتورة والأسعار كالتالي. الفاتورة لشخصين الحساب 92,700. ما بعرف شو رأيكم انتو، يعني أرجيلة وعصير وفطاير وحلو، حسيته مقبول جدا. التقييم النهائي لتراس الجغنون. الفطاير كتير طيبين، البيتزا كتير طيبة، معمول الجبن كتير طيب، الأرجيلة عادي، العصير عادي. بس انتو لما بتشوفوا الأسعار راح تشوفوا انه تاخد 10 من 10. السعر بالنسبة للمواد المتقدمة 10 من 10. القعدة كتير حلوة، بس طبعا إذا ما كنتوا حاجزين على التليفون ما فيكم تقعدوا. أول شي تجربة حلوة امتياز. المجرد بيكتب لي رأيه. تابعوني لا تنسوا. وبالرجعة أحلى شي أجواء الكورنيش اللي مستخلوكم مع هالمشاهد.